السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم ميني بطبوط بحشوه جديده بزاف. كنتمنى ان الاعجاب ديالكم. نمروا المقادير. عندي هنايا نصف كيلو من دقيق الفينو، ونصف كيلو من الدقيق الابيض، ملعقه صغيره من السكر، ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ملعقه كبيره خميره فوريه، 600 ملل من الماء الدافئ، ورشة من الملح. غنسكبوا القليل من الماء على الخميرة باش تتفاعل، ونخليوها واحد 5 دقائق على جنب على هذا الشكل هذا. وهنا خديت بول وضعت فيه ما تبقى من الماء الدافئ، وغنضيف عليه الخميرة الفورية بعد ما تفاعلت، ملعقة صغيرة من السكر، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وغنضيف الدقيق الابيض ودقيق الفينو. نحرك مزيان في الاول باش ينسجموا العناصر، وغنضيف الدقيق على هذا الشكل هذا. الملح غنخليها هي الاخيره، كنعتذر على المقطع ما تصورليش. صافي هنايا غادي نجمع العجين ديالي على هذه الطريقه هذه، وهنايا كندلكو مزيان حتى كيترخف لي وكتولي واحد العجينه رطبه وخفيفه. وكنرجعها لنفس البول وكندهنها بالزيت، كنغطيها بالسلوفان وكنخليها تخمر وتضاعف الحجم ديالها. صافي هنا من بعد ما ضاعف الحجم ديالها على هذا الشكل هذا، كنخوي ديك الهواء اللي فيها، كنرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق، وكنبدا نطلق في العجين ديالي على هذا الشكل هذا، وكنصنع دوائر. تقدروا تعملوا اي شكل بغيتو، دوائر او مربعات او مثلثات، كيبقى لكم الاختيار. نستمر على هذه الطريقه هذه حتى كنسالي جميع القطع. صافي هنا كنوضع الدوائر ديالي في واحد الطاوه وكنغطي عليها وكنخليها ترتاح واحد ربع ساعه او 20 دقيقه. في هذا الوقت هذا غادي نمروا باش نحضروا الحشوه. عندي هنا 500 غرام من صدر الدجاج، فصين من الثوم اللي حكيتهم، ملعقه كبيره من عصير الليمون. بالنسبه للتوابل عندي هنا ملعقه صغيره من الملح، ملعقه صغيره من الكركم، ملعقه صغيره من الزنجبيل، ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، نصف ملعقه صغيره من الفلفل الحار، وملعقه صغيره من الكزبره اليابسه. صافي كنخلط جميع المكونات على هذا الشكل هذا، وكنخلي الخليط ديالي يرتاح اقل مده ساعه ديال المكانه. تقدروا تخليوه حتى 2-3 سوايع او ليله كامله كيف ما بغيتو. نخلط هاد المكونات كاملين ونخليه يرتاح. صافي هنا غادي نمروا باش نطيبوا البطبوط ديالنا او المخامر ديالنا، كل واحد كيفاش كيسميهم. كنوضعهم فوق هاد المقله اللي كتكون ثقيله على نار مجهده في الاول، حتى غير كنحطوهم غير كيدخل فيهم شويه طياب كنقلبوهم، يعني قبل ما يتحمروا باش كيتنفخوا لنا على هذا الشكل هذا. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما طابوا، كيجيو مفشفشين وخاويين من الداخل. نمروا دابا باش نطيبوا الدجاج ديالنا. عندي هنايا واحد المقله اللي عملت فيها واحد 3 معالق ديال زيت الزيتون، وضفت عليها واحد البصله متوسطه اللي قطعتها رقيق على هذا الشكل هذا، وغنضيف الدجاج ديالي وغنبقى نحرك فيه نديه نجيبو حتى كيطيب صافي، ونخليه يبرد على جانب. صافي هنا هذا هو الشكل ديال الدجاج من بعد ما طاب واستوى. كنضيف عليه ملعقتين كبيرتين من البقدونس، وكنضيف 3 ملاعق كبيره من الكورنيشو اللي قطعته مربعات صغيره. تقدروا تضيفوا المايونيز، انا هنايا ما ضفتهاش، كيبقى لكم الاختيار، تقدروا تضيفوها. كنخلطوا مزيان على هذا الشكل هذا، وصافي ها الحشوه ديالنا واجده.
صافي هنا عاد نمروا باش نعمروا البطبوط ديالنا. كناخذ هنايا واحد القطعه من الخس وكنوضع الدجاج ديالي على هذا الشكل هذا، وكنضيف في الاخير شويه ديال الجبن المبشور، وكنستمر على هذه الطريقه هذه حتى كنسالي جميع القطع. صافي هنا هذا هو الشكل النهائي ديال البطبوط ديالنا او المخمرات ديالنا. كنتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم ما تنسونيش من لايك والاشتراك في القناه. شكرا لكم على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.